اهلا بيكم من جديد في سلسلة جديدة. فنقول عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ فكرة الفيديو ما تنساش تصلي على النبي على افضل الصلاة والسلام، وتنزل تحط اللايك للسلسلة الجديدة دي. ومحتوى السلسلة هيكون نصائح للعبة ببجي موبايل وبس. خلينا نبدأ. طبعا نيجي مع اول نصيحه معانا النهارده، وان اغلبيه اللي بيلعبوا سولو سكواد بيعملوا غلطه كبيره قوي قوي، واللي هو لازما لما يلعبوا سولو سكواد، واغلبيه اللي بيلعبوا سولو سكواد بيعملوا كده، بيمسكوا سنايبر وام 4 اللي هو افضل ثنائي اسلحه في اللعبه. فده غلطه كبيره جدا. لازما يعني تمسك ام 4 مثلا، ام جي 3 كده. افرض اللي قدامك مثلا ماسك ام 4 وام جي 3، ما من الطبيعي هيفشخك، من الطبيعي يعني هيفشخك، يعني هيجلدك. افرض مثلا انت ماسك اوم وام 4 وبتلعب سولو سكواد، وقدامك سكواد مثلا، من الطبيعي ان هم يزنقوك، يعني هيزنقوك، انت فاهم يعني. افرض مثلا جبت منهم واحد مثلا، فعقبال لما تعمل ريلود اصلا هيكونوا جابوك وفازوا الجيم واتجوزوا وعملوا وخلفوا. انت متخيل، انت متخيل يعني انا بقول لك ايه؟ هيجي واحد محنك دلوقتي يقول لي ما انا ممكن اعمل ايه؟ انا لو قدامي واحد دلوقتي وانا بلعب سولو سكواد ومعايا اوم وام 4، ممكن اعمل ايه؟ امسك الاوم واعمل عليك كوك سكوب هيد شوت. طبعا يعني ازاي يا بني ادم يهبل هتعمل كده؟ يعني ما تحسسنيش ان انت دراجون، ما تحسسنيش ان انت العب واحد في بابجي سنايبر، ما تحسسنيش كده يعني. انت متخيل يعني ايه تعمل كوكي سكوب على لاعب؟ افرض هو محترف. اصل التفاصيل الصغيره هي اللي بتبين مين هيكسب الفايت، يعني دي حاجه اساسيه، التفاصيل الصغيره دي. نيجي للنصيحة التانية دلوقتي. عايزك ما تمسكش شوت جن نهائيا. يعني مثلا وانت نازل مسكت شوت جن مثلا، هقول لك ماشي. يعني انت نزلت على شوت جن هقول لك ماشي عادي لغايه لما تدور على سلاح. لكن انت ما تمسكش شوت جن وتروح تقف لي في عمار سكول، وتقف على السطح وتقعد تقول لو راجل يطلع لي ومش راجل يطلع لي. اصل انت كده كده مش راجل ولا هتعرف تعمل حاجه بالشوت جن. انت هتفضل مكمبر، واي حد يطلع لك بطلقه واحده تروح قتله. ما انت طب يعني ايه ده؟ يعني ده لعب خسيس. عايزك يعني مثلا لو نزلت على شوت جن، يا عم ماشي هسامحك. العب بيه، اصل مش هقول لك سيبه والعب بايدك، يعني العب بوكسات. لا، يعني خليه معاك لغايه لما تلاقي سلاحين تانيين وتمسكهم، وسيبك من الشوت جن. يعني بلاش يعني الشوت جن، يعني حاجه خايسه الصراحه. وطبعا ده كله بكلمكم عن السولو سكواد. النصيحة التالتة والأخيرة، طبعا انا بنصحك ان انت تلعب دو سكواد. طب هتقولي ليه دو سكواد؟ انا اسمع ايوه ان في بيقولك العب سولو سكواد، العب سكواد، العب 3 سكواد، الكلام ده. لكن عمري ما سمعت العب دو سكواد دي. هقول لك الا تلعب دو سكواد، لان بالطبيعي ان انت لما تلعب سولو سكواد كده لوحدك، يعني هتحس ان انت مليت، مش عارف تفكر، مش هتلاقي حد تقعد تفضفض معاه تكلم معاه كده، يعني انت فاهم، انت فاهمني. آه، فبالتالي ان انت مش هتعرف تلعب وهتمل من السولو سكواد جدا. ده كان العيب الاول في السولو سكواد. اما العيب التاني في السولو سكواد، ان انت خلاص اتعودت على التكتيك في السولو سكواد، فمش هتعرف تلعب مع سكواد. تيجي كده تجرب تلعب مع سكواد، مش هتعرف تلعب، مش هتعرف تجيب كلات، مش هتعرف تعمل اي حاجة. هتمل. بص مش عارف اقولك ايه اللي هيحصل لك، بس انت هتمل. او بمعنى اصح يعني ان انا اللي اقصده انت مش هتمل، انت يعني مش هتعرف تلعب وسطيهم خالص، لانك بالتالي اتعودت على التكتيك بتاعك وانت بتلعب سولو سكواد. فانت برضك هتلاقي مستواك ضعيف جدا وانت بتلعب مع سكواد، عشان انت اتعودت، يعني انت اتعودت على السولو سكواد. فبالتالي مش هتعرف تلعب، هيبقى مستواك ضعيف جدا، هيبقى مستواك ضعيف فشخ ضد، يعني مع قصدي مع سكواد مثلا تبعك. وكده نكون خلصنا 3 نصايح للعب ببجي موبايل. استنوا السلسلة او الجزء التاني في اقرب وقت ان شاء الله، اللي هي سلسلة 3 نصايح في ببجي موبايل. وبس، سلام.